كل ليله ديربي هي اسوأ كوابيسك، ما قالهاش التراس اهلاوي من فراغ، لا ده واقع بيعيشه المشجع الزملكاوي. والنادي الاهلي يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ديربي القاهره، المباراه اللي النادي الاهلي اهم ما امتلكه في المباراه دي بالنسبه لي، واهم شيء انا شفته الاهم من 3 نقط، واهم من ان انت تكسب الزمالك، لان ده كده كده الطبيعي، هي الروح اللي رجعت للاعبين من جديد ما بينهم وما بين بعض. ابتدينا المباراه والزمالك سيطر اول 10 دقائق وجاله انفرادين، واهدرهم طبعا ناصر ماهر امبارح اهدر فرصه. انا لا انا اهلاويه كنت قاعده هتشل اللي هو انت لو كنت عندي ضيعت كره زي دي انا ما اعرفش صراحه كان هيبقى شعوري ايه. ومحدش يقول لنا يا جماعه ده ابنكم، احنا متبريين، احنا ما ربناش حد من المنظر ده. ولكن الزمالك من بعد ال10 دقائق دول وان سايد جيم النادي الاهلي امبارح لعب كوره حتى لو الفرص كانت قليله، ولكن لا كان في كوره على الارض. فين الزمالك؟ ما لعبش كوره خالص يا جماعه. الناس اللي جماهير الزمالك بتقول احنا بس احنا لعبتوا ايه يا جماعه؟ انتوا ما لعبتوش، انتوا الكوره الوحيده اللي لعبتوها اللي هو عيد البلن لا لازم تعيد البلن، دي الكوره الوحيده اللي انتوا لعبتوها. لكن فين الباصات؟ انت شوف الجون الاولاني بتاع حسين الشحات اللي هنتكلم عليه، الاهلي ساعتها كان عامل 20 باصه و1 2 ما بين حسين الشحات ومحمد شريف، وجت في الجون في كوره على الارض. طبعا انت مستنيه يتكلم على حسام عبد المجيد والفرشه اللي اتفرشها حسام عبد المجيد وكده، بس انا يا جماعه بصراحه خايفه. عملتها قبل كده مع امام لما طاهر قطم ظهره في السوبر وادى الكوره لكريم فؤاد وجاب الجون، وساعتها امام جه والموضوع كان محرج جدا. خايفه اتكلم على حسام عبد المجيد، الولد باين ان هو حبيبنا بزياده، جه وهنئ اللاعبين بعد اللقاء كمان، واداره الزمالك حبت ان هي تستفسر منه هو ايه سبب التهنئه دي. والولد في الشوط الاول كان هيجيب جون في نفسه، يعني عشان حاسه في علاقات وطيده ما بينه وما بين حسام عبد المجيد. ولكن شوف فرشه محمد شريف، ايه الجمال ده يا شريف؟ مش موجود انت طول ال 90 دقيقه، بس ايه الجمال ده يا شريف بجد؟ ايه موجود في تحركات وكده، بس لا كمهاجم ما كنتش موجود، مهاجم وهمي بالمعنى الحرفي يا شريف. ولكن الفرشه دي بالنسبه لي لا يعني ايه، خلاص حسستني اللي هو تمام يا شريف. وهو وقف بعدها وقفه كده مع نفسه، عارف اللي هو حس اللي هو جنون العظمه، هو ما كانش مصدق ان هو عمل كده. طبعا لو كان الدنماركي وسام ابو علي هو اللي مكانه مستحيل كان يعملها، دي حاجات ما تطلعش غير محمد شريف. دي وسام لو كان فيها والله ما كان هيعمل كده، ده كان زمانه حطها في سقف الشبكه التعادل على طول، من غير ما يبقى غير ما يبقى في فرشه، وما كانش هيبقى في حسين الشحات، كان هيخرج بره الدنيا خالص. ده كان زمانه هو اللي بيجري بيقلع التيشيرت عشان هو اللي جاب الهدف. ولكن جون رائع الاسيست من محمد شريف، ويجي حسين الشحات. انا حاسه يا حسين ان احنا علاقتنا معاك بقت علاقه توكسيك قوي يا حسين. انا ما بقتش فاهمه انت تيجي في كاس العالم خلاص احس ان انا عايزاك تمشي من النادي، تيجي النهارده اللي هو انا حباك جدا، اللي هو انت ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي يا حسين الشحات؟ نزل قلب اللقاء. انت في خلال 5 دقايق من بعد نزول حسين الشحات انت الجون الاول احرزه وجاب ركله جزاء، بعد كده الماتش اتقلب. وقف تريزيجيه وحط كوره، واتحداك كمشجع اهلاوي قعدت ساعتها من جواك قلت يا تريزيجيه لو ضيعتها هتبقى نهيت على نفسك معانا، كان خلاص هتبقى واحده قدام انتر ميامي واحده قدام الزمالك. انت اكيد كاهلاوي وانت قاعد بتتفرج جالك السيناريو ده في دماغك، ولكن لا تريزيجيه حطها في نص الجون، خلاص الموضوع بقى صريح. شناوي كان كويس جدا في المباراه، ضربه الجزاء اللي صدها من عبد الله السعيد يحسب للشناوي، مش بس ان هو صدها وان عبد الله السعيد دايما جامد في ضربات الجزاء وان هو صدها، لا يحسب له ان عبد الله السعيد اللي هو صاحب الخبرات القويه جدا بالتحديد في ضربات الجزاء، وواحد يعني قاتل فكره ضربات الجزاء، صعب جدا ان انت تصد منه ضربه جزاء، يحسب له ان عبد الله السعيد ده يخاف يدخل تاني قدامه. عبد الله السعيد بكل الخبرات دي خاف يدخل يشوطها تاني قدام الشناوي ويدخله حسام عبد المجيد. طبعا شفنا اللقطه برده بتاعت دونجا وطلع لسانه. نسي يا دونجا تركز في الكوره، يعني انت مره قلت لامام عاشور كنت بتنصحه قلت له انا شايف ان انت تركز في الملعب، احنا مش ممثلين، احنا مش مهرجين، انت اكتر واحد محتاج النصيحه دي يا دونجا، ركز في الملعب شويه وسيبك من الهبل ده. الحركات يا جماعه دي اللي كانت بتاكد لي اللي هو احنا هنكسب الماتش، اللي هو احنا هنكسب. الهبل ده لما بيحصل من اي فرقه قصادنا بتاكد ان هم في الاخر هيروحوا كلهم معيطين. طبعا انتهى اللقاء والنادي الاهلي فاز بهدفين مقابل هدف، 3 نقاط غاليين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن هنتكلم عن بعض اللاعبين كده، منهم كوكا امبارح. طبعا حد يقول لي ما جبتيش سيره الفينا، هقول لك انا قلت كوكا يعني كاني قلت الفينا، ما هو انا ما حدش بيتكلم على الشخص ومتعلقاته الشخصيه او محتوياته. يعني انت لو كوكا ماشي حاطط محفظه في جيبه، هل انت هتقول كوكا ومحفظته ماشيين؟ او ده كوكا ومحفظته؟ لا، هتقول كوكا. فانا بقول لك كوكا يعني كاني قلت لك الفينا، خلاص هو نفس المعنى بالظبط. كوكا امبارح قدم مباراه ايه الجمال ده. هو الفكره ان كانت الروح قويه جدا، كوكا في العادي ما بيعجبنيش اداؤه، لكن امبارح روحه واقف على كل الكره، قطع ميه ونور على الفينا مش موجود اصلا. انا عايزه اعرف الراجل ده يا جماعه اللي كانوا عمالين يتكلموا عليه فين بجد، فين؟ هاني امبارح سبحان الله قدم مباراه دفاعيه كويسه جدا. امبارح حصلت حاجات غريبه عن الواقع، لا لازم ندي هاني حقه، لعب مباراه كويسه جدا. ظهر مشجع زملكاوي بيعيط كده بعد ما الاهلي جاب هدفين، ففي ناس تاثرت باللقطه دي وان هو بيعيط وكده.
جمهور الاهلي جاب بوست من على صفحته الشخصيه، جابوا صفحته الشخصيه لقوه بقى كان كاتب ايه قبل المباراه: نلتقي يوم الاثنين في الثالثه يمين، الفارس وفارسته المفضله، ونحط على الاحمر كعادتنا الوايت نايتس. اتمنى نشوف مين اللي اتحط عليه. للاسف يعني انا مش عارفه انت كنت جايب الثقه دي منين. انا كان يا جماعه جمهور الزمالك داخل بثقه رهيبه، كأن تحس ان هم هو انتوا يا جماعه انتوا ما بتلعبوش كوره اصلا، انتوا ماتشات حتى اللي بتكسبوها في الدوري الموضوع على قده خالص، على قدكم خالص. الفينا لعب لهم في دماغهم، حسسهم ان هو مارادونا مجنون خلاص هيجيب لهم الثلاث نقط في الشطه ويمشي، خلوه ياخد انذار عشان ما يلعبش ماتش الجونه ويلعب ماتش الاهلي. في الاخر كوكا بوظ لهم كل مخططاتهم دي. ولكن نيجي برضو لحته مهمه جدا بالنسبه لي، نادي الزمالك. انا عايزه اعرف سر يا جماعه بجد، ما هزرش. حتى ايطاليان زملكاوي اللي هم اصلا دماغهم يعني خلاص يعني نعمل سكيب للحته دي، اعترضوا على الموضوع. هو ايه فكره ان انتوا ما بتلعبوش قدام الاهلي بتيشيرت الابيض؟ انتوا مش حاسينها اهانه شويه ليكوا؟ يعني انت مش حاسس يعني كوني كاهلي ان انا كرهتك او حسستك خلاص وصمت لك تيشيرتك الابيض ده من هو انت بقيت شايف انه نحس؟ دي كارثه بالنسبه لك، كارثه في حقك، يعني حاجه عيب في حقك ان انت تبقى بتقول لي كده بتوريني انت مخلي لي التيشيرت الابيض ده وصمه عرض بالنسبه لي، وصمه نحس بالنسبه لي. انا بالنسبه لي التيشيرت ده نحس، ابقى عقدتك من لون تيشيرتك التاريخي؟ لا. انا بقى اللي مضحكني ان هم نزلوا بقى قالوا احنا هنلعب بالابيض، وقاموا منزلين على البيج الرسميه قبل الماتش على طول بقى اوضه اللبس وفيها تيشيرتات الابيض، وقاموا فجاه نازلين بالكحلي. ايه المباغته في كده؟ ايه الخدعه والمهاره في كده بجد؟ يعني عايزه انت كان ايه الغرض؟ اداره الزمالك بيعملوا حاجات انا ما بقاش فاهماها الصراحه، لان الموضوع بالنسبه لي غريب جدا. بص احصائيات الماتش عامله ازاي، انت ما خدتش كورنر امبارح. انت متخيل انت كنت واصل لمرحله عامله ازاي؟ انت ما خدتش كورنر. انا عندي جدو موسيماني كان مسميه ايزي ماتش، كان بيقعد يقف اللعيبه على الخط يقول لهم ايزي ماتش، العبوا ايزي ماتش. هو كان بالنسبه له هو المصطلح الرائع من بيتسو موسيماني. برضه بوست جميل جدا منزلينه بيدج للزمالك بيقول: شكل نسيت اللي بيراميدز عمله فيك، بيتكلم عن مباراه 2-0 اللي كانت في بدايه الدوري، اللي مش بس خد مكانك دهانك، وفريق خد بطل نصف العالم وما عملش نص الزيطه بتاعتكم. انا طبعا مش هقعد اتكلم ان انت بتزيد انجازات او اي حاجه بالنسبه لفرقه تانية، لان دي كعادتك لففتك على كل فرق القاره وفرق العالم ان انت تفضل تشجعهم عشان بس تنول فرحتك، وان هي ان انا اخسر، لان ده اللي بيسبب لك السعاده مش بس فكره انك تكسب. انا بس مضحكني هو بيقول خد بطل نصف العالم وما عملش نص الزيطه بتاعتكم. مين هيعمل له زيطه حضرتك؟ مين بيشجع بيراميدز؟ يعني انت مستني مين اللي هيزيد لبيراميدز؟ ما طبيعي انا احتفل اكتر، ملايين بيشجعوا الاهلي، ملايين بيشجعوا الفرقه، طبيعي نحتفل. لكن هم مين؟ اتحداك ان اهالي اللاعبين اللي موجودين دول معظمهم بيشجعوا الاهلي اصلا. يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا. عجبتني الصوره دي جدا امبارح لبن شرقي واستغربت جدا. يعني هو بن شرقي انت لما تجيب جول ما تحتفلش، انت بالنسبه لك كده خلاص تقديرا للجمهور. لكن لو حد تاني جاب جول تقوم لافف في الملعب كله، هو ده اللي كده تمام. يعني انا لو واحده من جمهور الزمالك كنت هتضايق جدا بصراحه. لكن بن شرقي امبارح بصراحه كان اداؤه مش احسن حاجه بالنسبه لي. انا بالنسبه لي هو دايما بن شرقي وهو واقف في خبرات في الملعب ده اللي بيبقى مهم بالنسبه لي. ولكن امبارح لا، الاداء ما كانش احسن حاجه، ولكن شال كوره كانت قبل الجونين بالنسبه لي بالماتش كله. وسبحان الله لو تاخد بالك في اول مباراه لعبها ديربي بن شرقي وهو اللي كان سجل التعادل، الجون اللي جه فينا كان بسبب ان بن شرقي ما رجعش هو اللي غطى مع اللاعب. فانا عجبني جدا ان في اللقطه دي سبحان الله تحس ان الزمن كده بيجي بيك وبيرجعك تاني للمباراه دي، وبيوريك ان بن شرقي اتحسن ازاي دفاعيا، ان هي يعتبر نفس الكوره وكانت بالعرض كده، ولكن المره دي بن شرقي كان موجود وبص على اللعيب وقام مغطي وشايل الكوره، فشابوه بن شرقي وبصراحه على الكوره دي. ودي كانت بالنسبه لي من الكور المهمه جدا في اللقاء. يعني بيحب قوي جمهور الزمالك بيقعد يحفل على نفسه، بحس اللي هو ايه، الناس بتكبر للافيه. قالوا لك مشروع الزمالك. جايبوا لك واحد تاني كان في اسكندريه سايق مشروع، بقى دي الافيهات اللي تضحك. بس مش لازم ناخد كل حاجه على اعصابنا. ايزي يا جماعه، اهلي كسب، اهلي زمالك خسر، ايا كان اللي بيحصل لازم دايما نشوف الضحك. فمباراه بالنسبه لي مباراه كويسه جدا من النادي الاهلي زي ما قلت، على الاقل على فكره الروح اللي رجعت من جديد للفرقه، ان انت كنت متاخر في النتيجه وقدرت ان انت ترجع من جديد بهدف وراه على طول ركله جزاء. مباراه كويسه حتى من جانب الشناوي ومعظم اللاعبين. مروان عطيه قدم مباراه قويه جدا بالنسبه لي. بن رمضان زعلان منك يا بن رمضان، بن شرقي زعلان منك يا بن شرقي، طاهر نو كومنت، انا مش مصدقه. لا نشوف بقى خلاص طاهر لو هنستمر على الاداء ده نشوف لعبه ثانيه بجد ما بهزرش. لو هتستمر على الاداء ده، لو هترجع كده طاهر اللي كان بيستغل قدراته صح، خلاص هننبسط كلنا. لكن بالاداء ده هكرهني في مركز الوينج عامه. ودي كانت حلقتنا النهارده، حبيت ان انا اطلع معاكم ونحتفل بالديربي والفوز فيه، وبرده نتكلم زي ما قلت لكم على بعض الحاجات اللي ضحكتنا بعد اللقاء. ودي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى في نهايه الحلقه ما تنسوش اخواتنا في فلسطين من دعائكم، ربنا يا رب ينصرهم على جميع اعدائهم وينصر من نصرهم ويخذل من خذلهم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.